النهاردة هنعمل نوع من أنواع السمك الحلو ده، السمك الماكريل. نجيبه من مصدر موثوق منه، وتعالوا نشوف أنا عملت الصينية الحلوة دي ازاي. هو طبعا بيتعمل بأكتر من طريقة، بس أنا النهاردة فضلت أعمله صينية اقتصادا وتوفيرا للزيت أولا على المعدة، وبيبقى صحي أكتر من إنه أقليه يعني. تمام، جهزت معايا كده حبتين طماطم مع فلفل أخضر مع فلفل حراق حسب الرغبة، وعود كزبرة جميل كده، وبصلاية طرنشات. عايزة تضيفي جزرة كمان ماشي، انا يعني مش بحب اضيف جزر. وعصرت عليه ليمون وشوية زيت، وطبعا معلقة دقة من الدقة اللي دايما جاهزة عندي، ان المطبخ ما بيستغناش عنها، دي اللي انا بستخدمها على طول، بتوفر عليا طبعا جهد ووقت. الدقة بيبقى فيها ملح وتوم وكمون، وانا ضفت ليمون. طبعا انا نضفت السمك بتاعي، اخده بقى. انا بفضل ان انا ما افتحوش عشان يا جماعه لحمه ما ينشفش، يعني مش بفضل اعمله سنجاري، لا انا باخده بشقه كده زي ما احنا شايفين، بحيث ان انا ادخل فيه برضو التتبيله بتاعتي الحلوه عشان يبقى طعمه حلو. يعني ما بعملوش سليم، وفي نفس الوقت ما بفتحوش زي السنجاري، لان لما بعمله برضو سنجاري وحشي كده بالحشوه، انا بحبه مقفول كده. عايزه تفتحيه ماشي، بس انا بفضل اعمله مقفول كده واحطه فيه الشقوق دي. ابدا اتبله بقى معايا كده التتبيله دي، وادخلها كده جوه الفتحات بتاعتي وفي قلبه برضو. طبعا تعملي الكميه على حسب اللي انت عايزاه، وتقطعي برضو كميه الخضار على حسب كميه السمك اللي انت هتعمليها. يعني احنا بنشتغل بحيث ما نرميش حاجه، وبنشتغل على قد الكميه اللي احنا بنعملها، بحيث ما نهدرش حاجه. اخد بقى شويه الخضار الحلوين بتوعي دول، ارصه كده منهم جزء في الصينيه من تحت. طبعا ما ننساش ان انا حاطه معلقتين زيت فيهم، لازم السمك لازم معلقتين زيت. تمام، والدقه بتاعتي برضو فيها الكمون وفيها كل التوابل اللي انا محتاجاها. رصيت السمك بتاعي كده، وهنزل بقيه التتبيله بتاعتي عليه. يا سلام بقى لو سبتيه ساعه كده على رف التلاجة قبل ما تحطيه في الفرن. هدخله بقى الفرن على درجه حراره كده عاليه، انا دخلته فرن كهرباء على درجه حراره 200، واسيبه لمده ساعه. انا بشغل من تحت ومن فوق. بعد ساعه بطلعه، برضو ضفت ليمون تاني كده زياده يعزز الطعم معايا. زي ما احنا شايفين كده، طريقة سهلة وبسيطة وتوفر عليا الزيت، وعشان كمان ما يبقاش متعب في الأكل يعني. لكن هو أكيد بيتقلي عادي، وبيتعمل سنجاري عادي، وبيتعمل ما زي المقفول كده زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت النتيجة طبعا بعد ساعة. عايزة بقى تعملي جنبه شوية رز، أو بعيش وجرجير وسلطة كده زي ما أنا عملت، حسب الرغبة. شايفين النتيجة؟ لونه أحمر اهو، جميل وصحي بدون زيت كتير. أتمنى تجربوا نفس الطريقة وتعجبكم. أشوفكم على خير.